الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد إلى هذه الحصة التي نخصصها كذلك للحديث عن منهجية تحليل النص النظري. كيف نحلل نصا نظريا؟ ما هي أهم الخطوات التي نقوم بها من أجل تحليل النص النظري؟ النص النظري كما قلنا مسبقا وكما حللناه قلنا بأنه نص نظري على شكل مقالة وعلى شكل نص نثري يعالج أو يتحدث عن أحد التيارات السابقة التي رأيناها، يصف الخصائص، يصف المميزات، يذكر الرواد وغيرها. وقلنا بأن أول مرحلة نضعها في منهجية تحليل النص النظري هي مرحلة التمهيد. مرحلة التمهيد في الامتحان هي ذاك السؤال اللي مطروح بهذا الشكل: تأطير النص ضمن سياقه الأدبي والثقافي وصياغة فرضية لقراءته. هذا السؤال في الامتحان هو التمهيد. إذن ما الذي نضعه في هذا التمهيد؟ أولا لاحظوا لم أضع 1 2 3 4 من باب الإشارة فقط إلى أن هذا المقترح الذي نقترحه الآن هو مقترح فقط في التمهيد وليس قرآنا منزلا بمعنى خصنا نلتزم به مباشرة. لا، هذا فقط نموذج فقط من نماذج التمهيد، وندعو جميع المتعلمين سواء كانوا أحرارا أو متمدرسين أن يلتزموا بهذا البناء في جميع مكونات في جميع النصوص على مستوى التمهيد. أولا يجب أن يشير إلى السياق التاريخي لظهور تيار أو الاتجاه الأدبي المدروس. مثلا أن نشير إلى متى ظهر تيار البعث والإحياء، متى على مستوى الزمن، ليس بالضرورة أن تشير إلى التاريخ المحدد، تشير مثلا إلى عصر النهضة نوعا ما وغيرها من الأمور سنراها عندما نصل إلى التطبيق. الإشارة إلى أهم العوامل، مش الخصائص، أهم العوامل وراء نشأة التيار، أهم العوامل المساهمة في نشأة التيار. العوامل يمكنك تقسيم هذه العوامل إلى عوامل سياسية، عوامل تاريخية، عوامل فنية، عوامل ثقافية، قسمها حسب ما تراه مناسبا. سندرسها بطبيعة الحال، لا شك أنكم درستموها مع الأساتذة مسبقا. نحن سنعيد دراستها بطبيعة الحال عندما نصل إلى تيار البعث والإحياء. الآن نشرح المنهجية بشكل عام. بعد ذلك تشير إلى أهم خصائص التيار، يمكنك تقسيمها على مستوى الشكل، على مستوى المضمون، على مثلا ومن بين أهم الخصائص التي يقوم عليها تيار البعث والإحياء والمعارضات الشعرية والنظم على أغراض العربية القديمة وكثير من الخصائص. ثم نشير إلى أهم رواد هذا التيار، ثم نشير إلى أهم النقاد، كنديروا الرواد ثم تحتهم النقاد، ونقول وقد ساهم الكثير من النقاد في بلورة هذا التيار ومنهم فلان وفلان وفلان وفلان. سيقول أحدكم الآن: وفي حالة لم نكن نعرف الرواد، نحن لسنا موسوعة لنعرف الرواد، نقول لكم اكتفوا فقط صاحب النص، كاتب النص فهو كافي. ثم نشير إلى صاحب النص هو نفسه ونبين ما مدى إسهامه في التجربة. سيقول أحدكم الآن: وكيف سنكتب مدى إسهامه في التجربة؟ سنقول فقط ويعتبر مثلا عمر الدسوقي من أهم النقاد الذين أولوا اهتماما لتيار البعث والإحياء، فاصلة صف. ثم ننتقل إلى طرح الأسئلة. ما هي الأسئلة التي نطرحها؟ نطرح الأسئلة التي طرحت علينا في الامتحان مسبقا، حاضرة مسبقا، لا نغير فيها أي شيء ما عدا سؤال واحد لا نكتبه، وهو السؤال ديال وضع تمهيد. ما يمكنش دير تمهيد تطرح السؤال ديال التمهيد وأنت درتي التمهيد، كنحيدوا السؤال فوق الأول ديال التمهيد ثم نغيره بسؤال إلى أي حد تصح الفرضية، ثم كنطرحوا الأسئلة الأخرى التي وضعناها بطبيعة الحال. إذن كنديروا وضع الفرضية ثم نطرح الأسئلة، وضع الفرضية ثم نطرح الأسئلة. إذن هنا نضع الفرضية انطلاقا من النص، انطلاقا من مؤشرين دالين، العنوان، بداية النص ونهايته، ثم نطرح الأسئلة. وضع فرضية للنص انطلاقا من مؤشرين دالين، كتأخذ العنوان وبداية النص أو نهايته أو شكل النص الخارجي كما تريد، ثم بعد ذلك تطرح الأسئلة. الأسئلة التي تطرحها هي الأسئلة التي سبق وأعطيت لك في ورقة الامتحان. وفي حالة كانت جميع المعلومات التي أشرت إليها في التمهيد صحيحة، ستحصل على نقطتين: 1.5 للمكونات السابقة و0.5 للوضع فرضية
للنص. فرضية النص على كتعطى عليها 0.5. إذا شكرا لكم على المتابعة، نتمنى أن تكون الحلقة مفيدة لكم. حاولنا فيها أن نتحدث عن كيفية صياغة التمهيد. إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة سنتحدث عن طريقة الإجابة عن سؤال الفهم أو القضية الأساسية، ثم القضايا الجزئية. كذلك سنتحدث عن كيفية الإجابة عن السؤال الأساس. لهذا ندعوكم إلى الانضمام إلى المجموعة. نحن الآن ما زلنا في إطار المجموعة العامة التي نشتغل فيها مع جميع المتعلمين لكي ننهي إن شاء الله تعالى مجزوءة تيار البعث والإحياء، وإن شاء الله تعالى ننهي هذه المجزوءة بإنجاز امتحان جماعي وننظر إلى النقاط الخاصة بكم إن شاء الله تعالى. إذا سيكون امتحان حقيقي بمعنى بتوقيت محدد وباشتغال محدد لكي نرى ما مدى تقدمكم على مستوى البرنامج. إذا ندعوكم إلى الانضمام إلى المجموعة، ستجدون الروابط في الصفحة أو اكتبوا شيء ما في التعليقات لكي نضيفكم إلى المجموعة إن شاء الله تعالى. ونتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة. إذن بعد أن أنهينا الاشتغال على المحاور المرتبطة بتيار البعث والإحياء وبينا لكم الخصائص والرواد وغيرها من المعلومات المرتبطة يعني خصائص مدرسة تيار البعث والإحياء، حان الوقت الآن لكي ننتقل إلى العمل الثاني وسنفصله لكم إن شاء الله تعالى في المجموعة، وهو صياغة خطاطة يعني جميلة ومبينة لمدرسة البعث والإحياء تبين فيها الخصائص الرواد وغيرها من الأمور. ثم بعد الخطاطة إن شاء الله تعالى سننتقل إلى كتابة التمهيد الأول الخاص بنا، ثم سترسله إن شاء الله تعالى في المجموعة لكي يصحح. بهذا نكون قد أنهينا الشق المرتبط بتيار البعث والإحياء. إذا المطلوب منا الخطاطة ثم كتابة التمهيد، ثم يجب أن يصحح لك التمهيد في المجموعة، بمعنى يجب أن تضعه داخل المجموعة لكي يصحح. ساعتها أنهيت تيار البعث والإحياء، سننتقل معك مباشرة إلى يعني الاشتغال على نموذج من القصيدة الخاصة بتيار البعث والإحياء، وكذلك النص النظري الخاص بتيار البعث والإحياء. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله تعالى.